جدا بين الشقيقين المنتخب القطري والمنتخب العراقي، تحديد المركز الثالث والرابع. من سيفوز في مباراة اليوم سيحصل على بطاقة العبور والذهاب إلى أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل. لذلك مباراة تعني الكثير لكل هذه الجماهير الحاضرة، تعني الكثير لكل الشعب القطري بالتأكيد، تعني الكثير لكل العراقيين اللي يدعمون منتخبهم منذ بداية البطولة على أمل أن يصل إلى ريو. كرة طويلة إلى الأمام، حالة تسلل موجودة ومحاولة كانت للمنتخب العراقي. يلعب المنتخب القطري بقيادة سانشيز في مباراة اليوم بمهند في حراسة المرمى كالمعتاد، مهند نعيم. العراقيين أحلامهم في اللي بالتأكيد سواء الجماهير العراقية في العراق أو في أي مكان كان بالتأكيد هم ينتظرون مباراة كبيرة والوصول إلى الأولمبياد كما هو الحال للمنتخب القطري. خطيرة العراق لكن الكرة طالت، وبعد ذلك ممتازة من جانب الحارس مهند نعيم. مهند نعيم محاولة خطيرة لأسود الرافدين. دائما مهند عبد الرحيم يبقى شكل خطر كبير، دائما خطورة المنتخب العراقي من جانب أيضا علي حصني الجهة اليمنى للشباب. وقبل فترة ليست بعيدة هذه محاولة مرتدة لمصلحة المنتخب العراقي، انطلاقة من جانب حصني، عرضية خطيرة ولكن الدفاع يتدخل وبعد ذلك تبعد. رجال بينهم، حصني مرة عدى بمهارة، حصني من مرة ثانية عدى بكرة عرضية خطيرة ولكنها مرت خطيرة لمصلحة أسود الرافدين. جميلة من جانب حصني، عادة عبد الكريم ولكن الدفاع خلصها أبعدها. بعد ذلك اللاعب أمجد عطوان، رمية جانبية للمنتخب القطري. تفاول في هذه اللقطة، عرضية محاولة راسية جميلة، يا إلهي جميلة من أحمد علاء بالراس، وردت فعلت في المنفاه الطالب، أبعدها إلى ركنية. كسر العنابي عن أنيابه وبدأ يضغط في هذه الأثناء. ركنية ثانية لقطر، محاولة الوصول إلى مرمى العراق، عرضية أخرى ولكنها بعد ذلك عند حارس المرمى إلى الأمام. أكرم، تمريرة الرد خطيرة العنابي، انطلاقة وانفراد عنابي، هدف للمنتخب القطري. هفوة قاتلة في دفاع العراق، أحمد علاء يقول هيا بنا إلى ريو في ملعب البطولات. العنابي لا يتوقف، العنابي يريد مزيد من الانتصارات. شوف هفوة قاتلة من الدفاع، الله على لمسة، على انطلاقة، ومين هذا؟ أسد. لمسة جميلة لأكرم عفيف، تمريرة بعد ذلك لعلاء، هجمة ثلاثية جماعية عنابية من ذهب، بأقدام من ذهب، وكأنهم يقولون هيا بنا إلى ريو. العنابي هدف، قطر هدف، العراق لا شيء. هدف يجعلنا ننتظر مباراة أفضل. منذ لحظات كنا نتكلم عن الأخطاء الدفاعية في مباراة اليوم. العراق ارتكب على مهاوي، تقدم الجانبي مصطفى، عرضية خطيرة لمصلحة العراق، تسديد الكرة ولكنها تصطدم الدفاع، خطيرة لمصلحة الأسود الرافدين، أبعدها دفاع العنابي، خطيرة جدا للعراق. بدأ يبتكر الفرص، يضغط بأكبر عدد من اللاعبين. شوفها مرة أخرى تسديدة لكنها جاءت بعيدة، وبعد ذلك الكرة إلى ضربة مرمى للمنتخب القطري. تسديدة جاءت بعيدة من علي حصري. جماهير العنابي، مرتدة قطري على اليسار، أكرم مع أسد، تمريرة بينية خطيرة المعز، وكرة يا إلهي غير معقول يا معز. شوفها مرة أخرى، الله على أكرم، الله على أكرم ومهارته، الله على أكرم ومهارة العالية. أكرم وعبد الكريم حسن أمام كرة لمصلحة العنابي، أكرم تركها، عبد الكريم يلعبها لكنها بعيدة، وبعد ذلك إلى ضربة مرمى. نهاية شوط المباراة الأول بهذه الوضعية، بهذه النتيجة، بهذا التفوق القطري الواضح في شوط المباراة الأول، هدف مقابل لا شيء للعنابي. مع انطلاقة شوط المباراة الثاني، مهدي يدخل في تشكيلة
المنتخب العراقي مهدي كامل، وبداية شوط المباراة الثاني من هذه المباراة. كما تابعنا الشوط الأول المنتخب القطري يتقدم بهدف، تقدم كان مستحق بالنسبة للعنابي الذي كان الطرف الأفضل في أغلب فترات شوط المباراة الأول، وننتظر وإياكم شوط ثاني ربما في ردة فعل عراقية، محاولة خطيرة ولكن الدفاع القطري يتدخل. العراق تحاول هجوم مع انطلاقة الشوط الثاني، خطيرة الكرة وبعدها دفاع، ويصلون بعد ذلك إلى ريو. علي فايز على تنفيذ كرة ثابتة خطيرة للعراق. علي عنده قدم يمنى قوية، علي بكرة يا إلهي، جميلة من علي واجمل كانت من الحارس المتألق في هذه البطولة. مباراة كبيرة لمهند نعيم، بطولة كبيرة لمهند، ركنية عراقية، هجمة عراقية، خلص الدفاع، عادت مرة أخرى وبعدها بعد ذلك عبد الكريم حسن إلى رمية جانبية. ضغط عراقي الآن، ضغط عراقي، العراق في الهجوم، العراق في محاولات مستمرة خطيرة. القائم الثاني مهند، خطيرة كانت من همام وليس مهند، ليس مهند عبد الرحيم، كانت من همام، وردة فعل غير عادية من نعيم. نعيم يريد الوصول إلى ريوب، نعيم يريد الوصول إلى ريوب ويصد الكثير من الكرات الخطيرة. هجمتين خطيرتين، هدفين محققين لأسود الرافدين، منعها مهند نعيم. نعيم بردة فعل غير عادية. نعيم كان ثاني سيجعل مهمتهم في غاية التعقيد. محاولة من جانب مصعب، مصعب في الجهة اليمنى، مصعب مر، مصعب عدى، مصعب بالكرة يا إلهي، وينها يا علا، وينها، وينها يا قطر، وينها. الثاني كان قريب من المنتخب العنابي. الله على فهد، ردة فعل جميلة جميلة من ابو طالب، خلصها فهد طالب، خطيرة لمصلحة قطر. هجوم قطري على مرمى عراقي في الدوحة من أجل الوصول إلى ريو ومن أجل خطف بطاقة الترشح إلى الأولمبياد. ركنية قطرية تنفذ عرضية ولكن الدفاع من يستعيدها بعد ذلك. محاولة أسد بمهارة، أسد وكرة جميلة من أسد، جميلة من أستاذ خط الوسط، من اسمه الحاضرة سواء من جانب يسار المنتخب القطري والعراقي. خطيرة، محاولة وكرة، وبعد ذلك عند حارس المرمى. العراق تطالب بركلة جزاء، المنتخب العراقي يطالب بركلة جزاء. نشوف في الإعادة، نشوف في الإعادة ما الذي حدث من اللاعب البديل مهدي كامل. مهدي الذي اخترق الدفاع القطري بمهارة، مهدي الذي مر بعد ذلك أحمد ياسر في التغطية. وهنا هذه اللقطة شوفها، مهدي بحث عن ركلة جزاء، اندفاع كان من عبد الكريم حسن. هل كان في تلامس؟ هل كان في تلامس في الكرة الماضية؟ حكم اللقاء اعتبر انه التدخل غير موجود، وانه مهدي كان يبحث عن ركلة جزاء ويقوم بعملية تنفيذ. يحاول على اليسار بكرة، تعثر علي حسني وبعد ذلك ضاعت منه وبعد ذلك الكرة إلى رمية جانبية. يا لها من إثارة، نهائي قبل الأوان، بطاقة تعني الذهاب إلى أولمبياد ريو دي جانيرو. لقاء الأحبة الأشقاء، حسني بحث عن خطأ، الحكم لم يحتسب شيء. العراق تندفع إلى الأمام، أسود الرافدين يندفعون للهجوم، راسية وكرة. لم تخسر العراق، هدف التعادل للمنتخب العراقي. مهند عبد الرحيم، راسية جميلة وكرة في الشباك القطرية في آخر دقائق المباراة. يا إلهي
يا إلهي على لقطة على رأس مهند، يريد الذهاب إلى ريو، يريد أن يؤكد أنهم لم يخسروا، يريد أن يؤكد أن أسود الرافدين لا يستسلموا بسهولة. نعم من أجل العراق، تعادل العراق في وقت متأخر في الرمق الأخير من هذه المباراة، في الأربع دقائق الأخيرة. لم نقل يا قطر بأنه فقدان الفرص قد يسبب مشكلة بعد ذلك. كرة طويلة للأمام، الآن دور اللياقة البدنية. إذا مددت المباراة استمرت على حالها نذهب بكم إلى أوقات إضافية، والبطاقة لا زالت موجودة في ملعب جاسم بن حمد. هل أنها ستبقى مع لو سيحصل عليها المنتخب القطري؟ كانت معه، لكن التعادل العراقي يجعلها في المتناول لأسود الرافدين. بعد ذلك صافرة الحكم تنهي أحداث الشوط الثاني من المباراة. وعلى المثيرة دقائقها الجميلة، كنا نتمنى أن يكون الحضور العربي لافت أقوى في هذه البطولة. كنا نتمنى أن تكون البطاقات الثلاث لمنتخبات عربية. الآن ركنية عراقية راسية خطيرة، ولكن الدفاع يتدخل من جانب عبد الكريم حسن. مرتدة سريعة، البحث عن في الجهة اليمنى، الكرة العراقية اللي تأتي له همام طارق في الجهة اليسرى، بحث عن كرة عرضية نحو القائم الثاني، خطيرة بنفس الطريقة مهند، لكن طارت عليه، وصلت لا زالت لمصلحة أيمن. كرة يا إلهي جميلة من أيمن حسين، شوفها مرة أخرى. الله على مهند، يسرى رائعة، قبضة من حديد ما شاء الله. نعيم يبقي قطر، مهند نعيم يبقي أمل العنابي في الترشح. ركنية عراقية عرضية، مهند مرة أخرى على مرتين، خطأ من الدفاع، خلصها الدفاع، وبعد ذلك ضاعت مرة أخرى عراقية، وكرة مرت بمحاذاة القائم. يا إلهي على هذا السيناريو. كنا ننتظر عراق أفضل في شوط المباراة الثاني وحتى في الإضافيات. العراق اللي كانوا أدائهم أقل في الشوط الأول، عاديين، لم يكونوا مقنعين. الجزء الأول من الشوط الثاني أيضا لم يتكوا العراق بمستواها المعروف. ثم الجزء الأهم في المباراة، الربع ساعة الأخيرة في الشوط الثاني، انتفض الممني النفس بالذهاب إلى البرازيل، إلى ريو. طارق على تنفيذ كرة ثابتة خطيرة للمنتخب العراقي، الكل ينتظرها. همام طارق، محاولة عراقية تلعب نحو القائم الأول، خطيرة، لكن يبعدها الدفاع، يبعدها بشكل رائع. العائد مونتاري، العائد على مهاوي على تنفيذ هذه الركنية للعراق. تنفذ نحو القائم الثاني بالراسية خطيرة، ولكنها بعد ذلك إلى ركنية أخرى خطيرة لمصلحة أسود الرافدين. صعبة المباراة، صعبة دقائقها صعبة، وصعب الهدف القادم وقع على الجماهير. عرضية أخرى يبعدها حارس المرمى بقبضة يده، ثم البحث عن مرتدة بالنسبة للعنابي، طويل الكرة لمصلحة العراق بالراس، كرة هدف ثاني لأسود الرافدين. نعم فعلت العراق، هدف أيمن حسين، كلاكيت ثاني مرة، راسية ثاني مرة، وهدف وقع مر يا لمرارته على جماهير العنابي. شوفها مرة أخرى، هذه عرضية وراسية وكرة في زاوية صعبة على الحارس. سيسجل المنتخب العراقي في وقت قاتل هذا الهدف الذي يعني ربما الذهاب إلى ريو. كرة القدم أهداف، قطر أضاعت الكثير من الأهداف، العراق عادت في وقت حاسم وسجلت هدفين، هدف